يا بابا مبسوط انك معايا النهارده في البودكاست والبيت بيتك بقى ده حرفيا يعني، وان شاء الله تبقى حلقة حلوة نتكلم فيها كلام حلو لينا احنا نتبسط ويفيد الناس يعني. وانا مبسوط جدا ان اكون معاك يا جوفانا، والبيت مش بيتي، البيت بيتك. النهارده الحلقة هنتكلم في البودكاست النهارده عن مشاكل الاجيال ومشاكل الاباء بالابناء. قلت انتهز فرصة كده وانت معايا اب وابن، وان انا اكون باخد صف الابناء وانت بتاخد صف الاباء، او باخد انا صف جيلنا وانت بتاخد صف جيلكم، ونتكلم ونشوف هل في مشكلة، ايه مشكلة الاجيال، وهل فعلا في مشكلة، ايه حلها. اعتقد مش هنوصل لحل، لان الحل والمشكلة اكبر بكتير قوي من انها تكون في فيديو، بس على الاقل لو ابتدينا نفرش كده المشكلة على الاقل ده جزء من الحل يعني. وانا بقول دايما ان دي مش المشكلة، لكن الفكرة في اختلافات، ولو عرفنا وفهمنا الاختلافات هتقلل من الخلافات دي هي المشاكل. لكن الاختلافات انا مختلف عنك وانت مختلف عني، وده حاجة كويسة مش وحشة. حد كان مرة قال عبارة: حينما يوجد اثنان متطابقان في كل شيء حينئذ يمكن الاستغناء عن احدهم. لو الاتنين زي بعض بالظبط ممكن تستغنى عن واحد وما تحسش بيه، لان التاني موجود بيلعب نفس الدور. الاباء بيعملوا دور والابناء بيعملوا دور. بمناسبة الاختلافات والخلافات والسجع اللي انت بتقوله، فبرضه مش معنى ان في اتنين مختلفين يبقى متخلفين، يعني مش معنى اننا كأجيال مختلفين يبقى احنا كأجيال متخلفين، او ان انتم مختلفين فانتم متخلفين او رجعيين. لا، احنا مختلفين برضه. قلة الاختلافات بتقلل الخلافات، ولو اتنين مختلفين مش معناهم ان فيهم حد متخلفين. مظبوط. طيب انا كنت عايز اسالك، يعني احنا انا وانت كنا زمان اوقات كتير في خلافات كتير بقى، ومختلفين ومتخلفين وبتوصل لخناقات وخناقات عنيفه كمان. فبس دلوقتي انا وانت اصحاب يعني، فعايز اعرف ليه كان في خلافات وفي اختلافات وفي تخلفات وليه دلوقتي بقينا اصحاب؟ ايه اللي ساعد على دوت يعني؟ انت دخلت عركة الحياة ودخلت في الدوائر الالتزامات والمسؤوليات، فابتدت تخلي شخصيتك فضلت لك كبرت دماغي. لا شخصيتك ابتدت تنضج، لانك ابتديت تعرف ان الحياة محتاجة جدية، الحياة محتاجة شخصية ملتزمة. كنت وانت صغير مفيش التزام، لان انت صغير مفيش فعلا مسؤوليات كبيرة عليك، بتعمل واجب، حاجات بسيطة كنتش بعمله كمان كنتش بعمله. لكن مع المسؤوليات اللي اتحطت عليك عملت نضوج لشخصيتك. انا كان كمان مطلوب مني ان افهم ان ده سنه الصغير لسه مش شاعر بالمسؤولية، لما يكبر وده اللي حصل هيشعر بالمسؤولية. غالبا المسؤوليات لما بتتحط علينا بتعمل لشخصيتنا تغيير وتخلينا نبقى مسؤولين. طب هل انت عملت حاجة علشان تساعد اننا نكون صحاب يعني، او ان العلاقة تكون كويسة، غير بس ان المسؤوليات اتحطت عليا فانا بقيت نضجت او بقيت مشغول او هل في حاجة حصلت او في موقف حصل تفتكره هو ده اللي عمل الفتيلة كده اشعلها وخلى ان العلاقة تكون كويسة؟ افتكر في حد كان بيشاركني، صديق ليا، فقال لي: حاول تتعامل مع اولادك في السن اللي ابتدوا يكبروا فيه ده اصدقاء، وتاني حاجة انهم ضيوف عندك، هيقعدوا ضيوف معاك، والوقت الاخير ده هيفتكروا لنا شاي بقى. الوقت الاخير هيفتكروا لك حاجات كتير بعد ما يروحوا بيوتهم. الوقت ده هيفتكروا بابا كان معانا ازاي وبيتصرف معانا ازاي، والانطباع الاخير هيدوم معاهم مش الاول بس. يعني احنا اعتدنا نقول الانطباع الاول يدوم، لا، وانا في رايي الانطباع الاخير بيدوم، لان اللقطه الاخيره لو اتنين اصدقاء بيفترقوا عن بعض بيبتدي يفتكر دايما كل ما يفتكر اخر لحظه قضوها ازاي. فقال لي: حاول تخلي الوقت الاخير الخلافات اللي بتحصل بينكم كتير تقل بقدر الامكان، والعطاء بتاعك يزيد، علشان لما يمشي ويروح بيته وتمشي وتروح بيتها يفتكروا لك الوقت الاخير. عاملهم ضيوف معززين مكرمين، تحاول بقدر الامكان تلبي احتياجاتهم، مش هقول لك طلباتهم لكن احتياجاتهم.
هل الاول انت شايف ان في مشكله بين الاباء والابناء في التواصل، بين الجيلين ده في التواصل، ولا مش شايف ان في مشكله؟ اتفقنا من بداية الكلام ان في مشكلة، وانكار المشكلة هيبقى هو ده المشكلة. في مشكلة ولازم نتعامل مع المشكلة، وهيفضل ده مش من جيلكم وجيلنا، لكن في كل الأجيال كان في مشكلة ما بين الآباء والأبناء. في الأفكار بتبدأ في الفكر، بتبدأ في المسافة اللي بين الاتنين. طب قول لنا، شايف انت ايه المشاكل؟ يعني ايه الاختلافات بين جيلكم وجيلنا؟ فهنا يبقى في مشكلة، يبقى في جاف في النص في التواصل في التفكير. هو مش معنى ان في مشكلة يبقى القصور من عندكم ولا المشكلة فيكم والآباء هم اللي صح. بالعكس، أحيانا بيكون الآباء هم المشكلة. دايما بقول لك لأن بقول لك الأب اللي ما بيشتغلش على نفسه ويطور نفسه، الفجوة بينه وبين أبنائه هتزيد. لكن في مشكلة، في مشكلة من ضمن المشاكل ان بشوف الابناء عندهم عدم شعور بالمسؤوليات، يعني مش حاسين كتير ان في مسؤولية محطوط عليهم، بيعيشوا يومهم ما بيفكروش في بكرة. ما بقولش يهتموا ويتهموا، لكن يبقى في تفكير لبكرة، المستقبل هيعمل ازاي. فمشكلة الجيل ده ان برضو لما اقول الاغلبية لكن مش بصفة عامة، ان بيفكروا عيشنا النهارده وموتنا بكره، مش مشكله بكره ده ايه، المهم عيش اليوم النهارده. طيب دايما انتوا عايزيننا نكسب او ناخد من خبرتكم، مع ان انتوا عشان تاخدوا الخبره دي انتوا برضو ما خدتوش من خبره اللي قبلكم، انتوا عديتوا في حاجات. فليه عايزيننا احنا بس نسمع الكلام سمعا وطاعه، رغم ان انتم علشان تاخدوا الخبره دي انتوا عديتوا في حاجات؟ ده نقطه. تاني نقطه وهي اننا جيلنا غيركم، فاحنا مش لازم نمشي الطريق بتاعكم. ممكن ناخد الاوتوستراد وممكن ناخد الدائري وممكن ناخد، يعني في طرق كتير. فانت ليه عايزنا نمشي طريقك، او ليه عايزنا ناخد كلامك مع انها ممكن يكون في شورت كات؟ يعني مش عايزك تاخد طريق، لكن في حد قال مرة تعبير، ليه تدفع الثمن مرتين؟ مرة دفعه غيرك اللي مشي السكة دي، ومرة انت مصر تمشي في نفس السكة اللي اتمشى فيها حد قبلك ودفع الثمن، فانت تمشي وتدفع الثمن تاني، يبقى دفعنا مرتين. ما تاخد الطريق الاصح والافضل وما تدفعش الثمن بتاع اللي دفعه قبلك، غير الطريق وامشي. طب وانت صغير اخدت الطريق ده؟ مش دايما، في طرق برضو اصريت ان امشي فيها، واعتقد الطرق اللي مشيت فيها دي هي اللي علمتك اكتر من لما اخدتها على بالساهل. يعني لما اتعورت او لما تحطش ايدك في الكهرباء، لما حطيت ايدك في الكهرباء وفعلا اتكهربت، عمرك ما تحطها تاني. يعني اعتقد كده هتكهرب ممكن اتوجع، بس ده هيعلمني ان انا عمري ما هحط ايدي تاني، عكس ان انا اخدها بالسهل كده اشوف انا هتتكهرب، هيفضل جوايا دايما شك، طب ما يمكن ما تكهربش. في دي واحدة من الطرق اللي الناس بتتعلم بيها، انك انت تجتاز الاختبار نفسه. لكن في طرق برضو واحدة منهم ان اتعلم بالفكرة بالمعلومة، مش لازم اعدي الطريق علشان في اخره حد يقول لي على فكرة ايه اللي جابك هنا، مش ده سكتك، انت المفروض ترجع واعمل يوترن. يبقى انت غرمت مسافة وزمن ومجهود ومصاريف. مش دايما تتعلم بسكة ان انا عايز اجرب، لان في حاجات ما ينفعش تجرب فيها، هتجرب يبقى التمن غالي. خد اللي جربه قبليك وامشي السكة. طيب بس برضو في مشاكل، من ضمن المشاكل احنا دايما بنحس انكم دايما بتفكروا في كلام الناس اكتر بكتير قوي في كل افعالكم. يعني بيفرق معاكم قوي لازم نعمل الواجب، اصل الاصول، اصل معرفش ايه. ده بيخلينا نحس في اوقات كتير يعني بتعملوا حاجات وانتم مش حابينها، بيخلينا نحس انكم شويه فيك. فيعني دي من ضمن المشاكل. يعني احنا ما بنعرفش نعمل حاجه احنا مش مرتاحين لها، ما بنعرفش نعمل حاجه مش مصدقين فيها ومقتنعين بيها. يعني هو فعلا السمه بتاعت الشباب اكتر بتكون ان بيقولك اعمل اللي بيبسطني وماليش دعوه بالناس ورأي الناس ما يفرقش معايا. طبعا احيانا بيكون ده صح، لكن في اغلب المرات ما بيكونش صح، لان انا مش عايش لوحدي، واراء الناس بتأثر على قبولهم ليا او رفضهم ليا. واي حد بيسعى انه يكون مقبول، اي حد بيسعى انه يكون محبوب من الناس، بس مش معنى كده هعيش عبد لآراء الناس واعمل اللي عايزينه بس الناس. لكن رأيهم، انتوا مشكلتك بتعمل، مش جوفاني بس
بتكلم الجيل فيك. مشكلتك بتعمل اللي يبسطك انت يريحك انت. طب ما ممكن تعمل حاجة ما تكونش مبسوط فيها بس هتبسط غيرك، وده مطالب بيه ان اعيش مش بس اسعد نفسي وادور في فلك نفسي، لكن مطالب ان اسعد حد تاني. فلو انا هعمل حاجة تفرح حد تاني ليه ما اعملهاش؟ طيب بس برضو في مشكلة مثلا من ضمن المشاكل او الاختلافات في جيلنا، احنا بنشوف انكم دايما احنا كجيل بنهتم قوي، بنحب قوي الخصوصية، ما بنحبش الإدانة، ما نحبش اننا نروح نلوم حد ونروح نكلم حد وانت غلط وانت. بحس ان انتوا اكتر كده بتدخلوا في حياة الناس وبتدخلوا ومعرفش بتجيبوا منين الجرأة دي، يا فلان انت غلط وانت كان لازم تعمل كذا وانت. فانا بحسها، او احنا كجيل بنحس ان دي عدم خصوصية وإدانة وسوري يعني بتدخلوا مناخيركم في حياة الناس. احنا كجيل ما بنعملش ده في حياة بعض، فاهمني؟ فاهمك. هو المفروض ملهاش دعوة برضو بالأجيال، لكن في كل الأجيال المفروض أنا بتحرك في المساحة اللي أنت بتديهاني أتحرك فيها. لكن في واجبات والتزامات، إذا كنت بتكلم عن واحد صاحبي أو ابني أو أخويا أو حد مقرب ليا الانتيم بتاعي اللي بتعامل معه، مهم جدا إن ما ينفعش، دي مش بتحشر زي ما أنتوا بتقولوا أو بتسموها، أو تدخل في الخصوصيات او عبور الحدود. اللي انت بتقوله ده فكرني بحاجة كده. انا خاله في امريكا، فكنت بتكلم معاه من فترة كده قريبة، فبيقول لي الحياة هنا الناس كلها كل واحد في حاله، يلاقوك في مشكلة ما يتدخلوش، يلاقوك في حادثة، يلاقوك مزنوق في حاجة، يلاقوك محتاج لهم، ولا حد ليه دعوة بالتاني. انا محتاج قوي جدعنة المصريين وان هم ييجوا ويسندوك ويشدوك. فقلت له بعد شوية هتتعود على اللي عندك، هتيجي هنا هتقول الناس بتتدخل في حياتي. يعني هم ديش انواع شخصيات على حسب ما انت اتعودت على ايه. يعني لو احنا قلنا بتوع الغرب لا مبالاة، بتوع الشرق في حشري شوية، دي شخصية الشرقية وشخصية المصرية، لكن ده غلط وده غلط، بزيادة هنا وحش وبزيادة هنا وحش. احنا بنحتاج، والدليل لما محدش بيسأل بنحس بعزلة وبوحدة، وبقول محدش بيسأل عليا، محدش سألني مالك متضايق مكشر ليه، محدش سألني محتاج حاجة في الوقت ده، محدش سألني فرح ابنك محتاج أقف جنبك في حاجة. بنهتم ان محدش سأل وبنفرح لما حدش يسأل. لكن علشان أبقى بعيد وأحط حدود لدرجة ان ما اسألش خوفا من يقولوا عليا حشري، لا، أنا هنا كده بنعزل عن الناس. أنا شايف إن زي ما في أمريكا أو في الغرب بيبعدوا، بشوف هنا بيقربوا بزيادة. الشخص الناضج بقى يحاول بالانس بين الاتنين، يعمل الاتزان بين الاتنين، وده حاجة مهمة. أنت بقى قلت شوية مشاكل عندنا احنا، لا خلينا نسألك، مش مشكلة. أنا ما قلتش مشاكل، أنا قلت أكتر اختلافات. أنا بقول دلوقتي أسألك، مش هقول مشكلة، لكن أقول من الاختلافات بتاعت الجيل والجيل. انتوا دايما بتشعروا ان ممكن انا اغلط، اللي هو الجيل الصغير، انت كابن ممكن انا اغلط، وفيها ايه لما اعمل كده عادي، مع ان العادي اللي بتعملوه لو صدر من الاباء لا بيبقى مش عادي وبتبقى حاجة كبيرة، وكأنك عند اخطائكم انتوا او الامور بتاعتكم انتوا عدسه مصغره. غلطه الشاطر ب1000 او غلطه الكبير بتبقى يعني طبيعي برضه. يعني ما انت بص عندك خبره في حياتك قد ايه، انتوا بتتعاملوا، ما دي برضه حاجات غريبه، تتعاملوا معانا الكبير لما تحب تحاسبه، وبيبقى عادي الصغير لما تحب مثلا لما بطلب منك طلبات بتسيب الاب هو اللي يعملها لانه ده صغير يعملها، ما انت تقدر تعملها يا ابني انا كبير. ساعتها بتكبرني لما تحب تكبرني، وتصغرني لما تحب تصغرني. انت لابس جينز وعامل لي روش بقى، اعمل اللي انت عايزه لنفسك. هو الجينز عندكم برضه هو ده الصغير، يعني انت من فوق فرق ومن تحت جينز. هنا ما تغلطش وهنا اعمل لنفسك. عندكم الفكرة ان بتكبر الاب والام الاباء وتصغرهم في الوقت اللي تحب تصغرهم. انتوا كبار ما تغلطوش، انت ما انت تقدر تعمل كده، انت مش كبير يعني، انت مش عجوز. فدي واحدة من المشاكل اللي بين الاباء والابناء. تدوا لنفسكم الحقوق في الاخطاء
وتحاسبوا الآباء في الأخطاء، وتحاسبوا وما تحاسبوش نفسكم في نفس اللي عايز تحاسب غيرك عليه، بل يمكن تعملها ومتكررة كتير وأكبر بكتير. بس لا عادي، ايه المشكلة؟ أنا ما أقصدش أعمل كده، حصل خلاص. يعني كلامك صح، بس هي بتبقى المشكلة دايما أعتقد في التوقعات. يعني أنت دايما متوقع مني حاجة معينة، وأنا متوقع منك دايما حاجة معينة. أنت متوقع مني إن علشان صرفت عليا وبتدفع لي مصاريف المدرسة وباخد دروس فلازم أطلع الأول، بس كل اللي معايا في الفصل أهاليهم بيدفع لهم مصاريف المدارس وبياخدوا دروس وبيعملوا كل حاجة زيي، كلنا هنطلع الأول. وانا بتوقع منك دايما انك لازم تبقى متاح، لازم تعاملني، لازم لازم لازم. فاعتقد هي المشكلة بتبقى اكتر في التوقعات. يعني هو احنا للأمانة فعلا احيانا كتير بنعلي سقف التوقعات في اولادنا، ولا سيما وانا عايزك احسن مني. يعني طب ما انت ما عرفتش تكون احسن من نفسك، عايزني انا اللي اكون احسن منك؟ يعني اللي هو يعني بيبقى يعني انت ما عرفتش تدخل كلية معينة، انا اللي لازم ادخلها، لو ما دخلتهاش ابقى فاشل، مع ان انت ناجح لانك ما دخلتهاش عادي. يعني حلم للاباء بيحققوا، ولو ان ده عيب طبعا للامانه، ان عايز يحقق حلمه في ابنه. لا، هو من حق الابن يحلم ويحقق حلمه، واللي انا فشلت فيه او ما عرفتش اعمله ممكن يبقى مش فشل، لكن ما عرفتش اعمله. مش لازم ابن اللي يعمله، لان ابن عايز يعيش شخصيته، عايز يعيش هو. جوفان عايز يعيش جوفان، مش عايز يعيش توفيق. وبيبقى خطأ في بعض الآباء عايز توفيق جوفان يبقى توفيق. لكن في نفس الوقت في توقعات من الآباء في الأبناء، وده أعتقد أبسط حقوقهم. لما بيتعب ويدي بيجي وقت بينتظر ياخد، لأن أنت لما تنفق 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 هتشعر في وقت بالإفلاس، لأنك بتدي 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 بتدي. بس في وقت هو أنا محتاج أخد، لأن النهر اللي هتاخد منه من غير ما يكون في حاجة بتصب فيه هيفلس، هيشطب، هيجف. المشكلة بتاعت الأبناء دايما عايزين ياخدوا، دايما ده اللي أنا بشوفه القاعدة العامة. بس أعتقد الأبناء اللي عاملين زي أي مشروع، إنك لازم تدي تدي تدي. وإمتى الأب هياخد؟ لما كان ابن كان بياخد، وأنا أنا مش متوقع من ابني إنه يديني. لما كان ابن كان بياخد، بل بالعكس أنا هحس إن هو بيديني لما ألاقيه هو مبسوط، أنا كده أخدت خلاص. ولما يجي في السن اللي محتاج الابن، لما يجي في السن اللي محتاج حد يوديه يكشف، محتاج حد يعمل له مشاوير، ومحتاج حد يجيب له طلباته، زي ما كان بيساعده وهو صغير لأنه ما بيقدرش يساعد نفسه. جدور الأب بقى كبير مش قادر يساعد بقى نفسه، مستني اللي الصغير اللي كبر بقوته وقدرته وحنكته وخبرته كشاب. انا كمان بشوف مشكلة فينا كبني ادمين، مش بس كجيلين او اباء وابناء، اننا بناخد الحاجات على انها فور جرانتد كده، او ده امر بديهي، او ده الطبيعي ان انا لما اتعب بابا يوديني المستشفى او يكشف لي ويصرف، الطبيعي انه يدفع لي مصاريف المدرسة واتعلم احسن تعليم. وانتوا بتاخدوا برضو الحاجات التانية ان ده لازم يعني اللي هو تعالى دلوقتي انا محتاجك، فده الطبيعي وده البديهي ايا كان بعمل ايه، ايا كان اي حاجة. فبناخد الامور حتى مع ربنا، اي حاجة بيديها لنا الطبيعي ان انا اصحى كل يوم كويس، الطبيعي ان يركبني احسن عربية، الطبيعي. ولو في حاجة هو كانت مشيئته انه عايزة العكس بنتقمص ونتضايق قوي. فاعتقد دي فينا كبني ادمين عامة، فكرة ان ده الطبيعي او ده العادي، مع ان العادي مش دايما بيبقى عادي. دي مشكلة الإنسان زي ما أنت بتقول، مش فكرة بس الأجيال، لكن فكرة الإنسان نفسه يعتاد الإحسان، يعتاد إن ياخد، يعتاد إن يحسن إليه، يعتاد إن تساعده. أنت بتقول طبيعي، هو فعلا طبيعي إن الآباء ياخدوا بالهم للأبناء. حتى يقول أن الآباء يزخرون للأبناء، يحوشوا لأولادهم. ده الطبيعي أن الأب يحوش لابنه، والطبيعي ان يأمن مستقبله، والطبيعي ان يساعده لغايه لما يقف على رجليه. بس الطبيعي بقى ان الابناء، لان علشان الاب بيساعد ابنه يقف على رجليه بتكون رجلين الاباء تعبت، فده جه دور بقى اللي وقف على رجليه يساعد اللي رجليه تعبت. زي ما كان الاب في شبابه قادر يقف على رجليه، بس الولد كان صغير بيحبو
مش واقف على رجليه. ابوه خد بايده لغايه لما وقفه على رجليه. ده خد من قوته هو، من جسده هو، من صحته هو، من سهر الاب والام، واستنفذ كل طاقته الاب علشان ده يقف ويبقى كائن واقف وقادر يقف. ادى كل اللي عنده، ابتدى خلاص يفلس، ابتدى يضعف. التحويشه اللي عنده راحت من كل حاجه، من فلوس، من صحه، من قوه راحت. اللي وقف على رجله يساعد بقى اللي مش قادر يقف خلاص. ده الطبيعي، الادوار بتاعت الحياه، وهكذا تدور الدوائر. دايره ابتدت تدور بقى على الاب، الابن وقف يساعد، عشان هيجي دور على الابن هيبقى زي الاب عايز هو اللي يساعده ابنه بقى. في جمله سمعتها واحنا بننهي البودكاست كده، في جمله بتقول مشكلتنا اننا احنا كجيل اننا بنبذل مجهود قوي في اننا نبعد على قد ما بنبذل مجهود في اننا نفهم او نتفق. يعني اتمنى ان البودكاست ده يكون ولو مجهود بسيط يخلي الناس تبتدي تفهم او توصل على الاقل انها تتفق، ان يبتدوا يكتشفوا ان في مشكله، يبتدوا يكتشفوا ان في اختلافات، يبتدوا يكتشفوا كأن نظارتين مختلفتين، كل واحد باصص بنظاره او في زاويه تانية. مش معناه ان انا باصص في الزاويه دي يبقى ده مش موجود، لا، انت باصص هنا فانت شايف حاجه غير اللي انا شايفها. فلو بذلنا مجهود في اننا نتفق او نفهم ونحاول نشوف انت شايف ايه وانت تشوف انا شايف ايه، واحاول اقدم لك اللي انت شايفه اللي انت محتاجه. ونفس الحكايه والامر من الاب. وكمان نسال، يعني احنا كتير مثلا انا وانا صغير اجي اقول لك يا بابا انا عايز اخرج، فانت تقول لي لا دي في دماغك مثلا علشان الوقت متاخر، علشان خايف عليك، علشان مش هعرف اوصلك واجيبك. انا اسمع لا ديت وادخل اوضتي، لان هو اكيد مش بيحبني ومش عايزني اتبسط وهو عدو المتعه. مع ان لو انا سالت كان ممكن الدنيا تتوفر على طول. لا، لان انا عايز اعزمك بالليل انت وماما مثلا واختك بره، فاهمني؟ يعني لو سالت الدنيا هتصفى شويه. انا مرتب حاجه كويسه وافضل. وانت برضه يا جوفاني تعالى مثلا انا عايزك تساعدني في كذا، تلاقيني اتاخرت او لا او استنى او ثانيه اللي انا بقولها دي. ليه بسنة بتاعتك؟ ليه ثانيه؟ ليه استنى او ليه لا؟ لو سمعت ممكن انا في مشكله كبيره بس مش حكي لك. فلو سالنا مش هتاخدها على طول بفكره ان جوفاني مش عايز يساعدني. يعني اعتقد السؤال بيوفر كتير قوي من علينا يعني، وبيقرب المسافات وبيكبر الناس تفهم بعضيها. بالظبط كده. شكرا، انا اتبسطت قوي وانا انبسطت ان اكون معاك يا جوفاني. وانا كمان شكرا.